مرحبا، معاكم طباخ بحريني. اليوم بنطبخ لكم ربيان بالرز. شوفوا الحين الخلطة: الكزبرة، شبينة بصل، الربيان والثوم. البداية مثل ما انتم شايفين نحمس البصل كالعادة حمسة، بعدين قبل لا يحمر وايد نضيف الثوم، نرد نحمسه على اساس يختلط تطلع الريحة. شفتوا الحين شلون الحمسة صارت ثوم وبصل. عندنا تشكيلة من البهارات، كركم، فلفل اسود نضيفها. لاحظوا الحين اللون بدأ يتغير، صار مايل للسواد. الحين لما شوية نضيف عليها الكزبرة والشبنت ونحمسها، او بالاحرى نقلبه مو نحمسها، على اساس نبي ريحة الخضرة تتم. بعدها نضيف الطماط. شوف الالوان الحلوة، الله تعجبني الالوان. نقلبها ونحمسها شوي، بعدين نجيب الربيان. شوف الربيان نضيف مقشر جاهز، نقطع عليه ونرد نقلب. شوف الالوان بس والريحة الطيبة، الله الله، يا ريتكم تشمون. نقلبه، شوف شلون، الله. بعدين عندنا العيش المشغول جاهز، نحط طبقة بالجدر مثل ما شايفين. شوف الالوان، ونحطها، نحط الخلطة على هالطبقة، نفرشها ونرد نضيف عليها باقي الرز ونغطي. صارت الخلطة كأنه رز ابيض، بس هي داخل ترى بالنص. شوفوها الحين شلون كأنه رز ابيض. الحين بالنشاب وانتم شايفين نجيب الصينية ونقلب الجدر، نشيله ينزل الرز. الله الله الله، شوف الالوان شلون خفيفة. الاكلة كلش سهلة ترى، بس الناس تعتقد انها صعبة. كلش سهلة وسريعة. شوف الحكوكة الحين خلاص جهزت، بالهنا والعافية.